السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدس على نبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا حضراتكم، عاملين يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد عن مادة الفيزياء، وهنتكلم عن كل التفاصيل وكل الحاجات اللازمة وكل الديتيلز اللي تخليك توصل ل60 من 60 بإذن الله بطريقة عملية وطريقة واقعية. فسامي رسول على رسول الله، ويلا بينا كده ندخل في الفيديو بتاعنا على طول. أول حاجة كده مبدئيا بالنسبة لي أيا كان الناس اللي بتسألني في الكومنتات تقول لي يا دكتور احنا في الامتحانات اللي فاتت عملنا كذا وتفاصيل بقى وكلام من ده، طب هل احنا لسه في امل؟ في امل، في امل ومحمود وكل حاجه يا جدعان، في امل يا جدعان، يا جدعان في حسن الظن بالله يا جدعان. انا مش عارف والله، ده انتوا الازهر. انا مستغرب لما الاقي الكلام ده من الناس ازهريين. يعني ده افتتاح الحديث على انا عند ظن عبدي بي وانا ما عايز ذكر. فين الكلام ده؟ فين ظنك في ربنا؟ مفيش خالص. انتوا نسيتوا المنهج في يومين؟ مش الدرجات دي يعني يا جدعان. فانا خلي عندنا حسن الظن بالله. فمن ناحيه انك انت، يعني انا مش عارف انتوا ناقصين كام درجه. يعني خلينا نتكلم بشكل واقعي بقى عشان خاطر ما نزعلش مع بعض. انتوا ناقصين كام درجه؟ يعني انا مش فاهم. انت مثلا ما تقوليش مثلا ناقص 20 درجه. انا كنت طالع بقول في ماده يعني ربنا يسترها وما عديش ال 20، والحمد لله يعني، وكملت واشتغلت، وكان بعدها 4 مواد قفلت 2 ونقصت في الاثنين التانيين كل واحده درجه. ليه؟ عشان خاطر كملت. انما لو وقفت ما كنت هنقص. ما هو انت لو وقفت دلوقتي انت امتحنت على 20% من مجموعك، فاضل لسه 80% من مجموعك. انت لو بوظت الدنيا في ال 80 عشان خاطر ال 20 اللي انت ندمك عليهم مش هيفيدك بحاجه، فانت برضه مش هتستفيد حاجه. بالعكس هتبقى بوظت الدنيا. واحده واحده خالص، على الهادي خالص، ريلاكس، خليك سرلاك. تمام. وشوف الدنيا ان شاء الله جايه ايه بعد كده. تمام. فطب نعمل ايه في الفيزياء؟ طبعا احنا طولنا في وقت الفيديو شويه، معلش الفيديو ده يطول شويه. كان في حاجات مهمه بقى طبعا، السياسات ده ده ماده الفيزياء، وهنتكلم عن شويه حاجات تانية في ماده تانية. فالدنيا ان شاء الله تبقى ايه، لذيذه ان شاء الله. وعايزك تسمع الفيديو عشان خاطر والله العظيم في ناس بتيجي بعد الامتحان وتقول يا ريتني كنت سمعت الفيديو اللي فات. وعايز اقول لك ان احنا بنسرب الامتحان، يعني بنقول على اسئله بتيجي في الامتحانات. فركز في الفيديو كده للنهايه. وقبل ما نركز في الفيديو يا جدعان، انا ما ينفعش يا جدعان اتفرج عليا 4000 واحد ولا 100 لايك. احنا كده 40 واحد بلايك، انتوا كده جمعيه. احنا كده لو في جمعيه التوحيد والنور هنلم لايكات اكتر من كده. ف يعني نظبط الدنيا شويه، خصوصا ان احنا داخلين على عيد يعني. فعيدوا عليا بقى، عايزين بقى نص الفيديو ده كام لايك يا عم محمد؟ 10,000 لايك. فلا خليه ب1000، يعني 1000 كفايه وانا راضي ب1000 يعني. المهم يا جدعان، والله العظيم انا عايز اقول لكم ان تحضير الفيديوهات دي بتطلع عيني. ومعلش طبعا انا اتاخرت في الفيديو ما نزلش امبارح، انا اسف يعني. بس انت بتمتحن وانا كنت بمتحن بس في لجنه تانية يعني. تمام. وشتانه ما بين الامتحانين يا صديقي. انا لو فتحت والله العظيم انا اخد ربع ساعه في تحضير الفيديو من غير الفيزياء. فسيبونا خالص. هو شتان ما بين الامتحانين طبعا. يعني ربنا ما يوفقش بالامتحان اللي شفناه امبارح. المهم يعني ما علينا. نتكلم في الفيزياء ونتكلم من الحاجات التانية ديت. الله المستعان، عشان والله العظيم دقيقة كمان وهعيط. سيبوني يعني. المهم نبدأ بقى نتكلم عن الفيزياء. نتكلم عن الفيزياء. طب يا محمد اراجع ازاي فيزياء؟ راجع زي فيزياء. بالنسبه للمراجعه، بص انا مش عايزك مثلا تروح تجيب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الاول، تروح جاي فاتح مثلا اي مدرس بتاع قناه، مدرس مثلا على اليوتيوب من انت بتتابعهم، وتروح جاي جايب قوائم التشغيل والفصل الاول فيزياء، وتروح جاي جايب الدرس الاول، وتفضل تسمع الشرح وتسمع وتذاكر الدرس. بعد كده تروح كده داخل الدرس الثاني وتسمع الشرح وتذاكر الدرس والثالث. لا يا حبيب قلبي، لا يا حبيب قلبي، ده كل ده فيستك. كل ده بجد اسمع مني فيستك. تمام. ايه المهم يا حبيب قلبي ان انت هتروح جاي جايب الكتاب والفهرس بتاعك، وتروح توصف كل فصل. انا الفصل الاول الدرس الاولاني مقاومات، فرق جهد، توصيليه كهربيه. لا 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 انا مذاكره صح. ده خلاص كده، ده انا كده هعمل فيه ايه؟ انا هروح جاي مش هاخد معايا ربع ساعه تلت ساعه. هعمل ايه؟ اروح جاي ماسك الكتاب ومعايا سكتش جنبي محترم كده. هروح السكتش ده انا هعمله هجمع فيه القوانين اللي في الدرس. ليه؟ عشان خاطر ابقى عارف كل قانون انا هستخدمه امتى، ولازم اكون فاهم دي كويس. يعني مثلا قانون مثلا من القوانين، مثلا في اي فار، تمام، ابقى انا عارف ان انا لما يديني الاي والار وعايز الفي هستخدم القانون ده. طب لو ما ادانيش الاي وعايز الفي، مثلا هيبقى مديني الكيو والتي كميه الشحنه والزمن، فهجيب من الكيو والتي التيار، بعد كده اروح جاي ضاربهم في الار هجيب الفي. المهم مثال زي ده ببقى عارف انا بستخدم القانون امتى. تمام. تمام. وبلخص الدرس بنفسي في رسم بياني بلخصه في السكتش ده. ابقى مثلا الدرس الاول عندي ده غير صفحه القوانين، يعني انت مثلا في اول الدرس ورقه القوانين الحديثه ورقه القوانين الكهربيه.
تمام. وبعد كده بقى تبدا بقى تلخص بقى الدرس الاول، مثلا تقسم الصفحه بتاعتك بالنص زي ما عملت برضو في ورقه القوانين، تقسمها برضو بالنص، لان انت القانون قد كده يعني، فمش محتاج تكتب في الصفحه الطويله دي كلها. تمام. تقسم الصفحه بتاعتك بالنص، رسم بياني تكتبها، قانون تكتبه، علاقه تكتبها، الحاجات دي كلها عايزك تبقى تلخيص محترم كده، بحيث انك انت ده تراجع منه في ليله الامتحان ان شاء الله. تمام تمام. انما درس انت مذاكره قبل كده تسمعه تاني ليه شرح؟ ما تسمعوش تاني شرح. تمام، عشان بس نبقى نجيبنا من الاخر يعني. طب بالنسبه بعد كده مثلا دخلت الدرس التاني مذاكره توالي وتوازي، شغل يعني شغل عادي، مش مستاهل ان انت تسمعه اصلا تسمع فيه ايه. تمام. فتوالي وتوازي كانسل. المهم غالبا هيبقى واقف معاك مين؟ عمنا خرشوف. تمام. المشروب اللذيذ. عمنا خرشوف هتعمل معايا. انا عن نفسي لما كان بيقف معايا درس مثلا، او في درس انا مقدرني في حياتي ومطهقني في عيشتي، مفيش اي مشكله خالص، ده كنت بجيب له شرح. انا فعلا في دروس سمعتها شرح في الفتره دي، مع ان احنا كان عندنا اسبوع، ما كانش عندنا 11 يوم او 10 ايام. تمام. سمعت ايه تقريبا كان اللي موقف معايا الاجهزه، فده اللي سمعته الصراحه شرح تفصيلي، وذاكرته مذاكره تفصيليه. بعد كده حليت عليه لدرجه ان الحمد لله ما بقاش بيقف معايا اي حاجه في الاجهزه اصلا. وبعد كده طبعا ما بقاش بيقف معايا اي حاجه في الفيزياء، واقول لك ده الكلام ده ازاي يعني. تمام. فالمهم ده نظامك في المنهج كله. الدرس اللي انت مذاكره خلاص بنعدي عليه بنراجعه بمراجعه بسيطه كده، ونخش على اللي بعديه. الدرس اللي انا مش مذاكره، اللي انا ما فتحتوش اصلا، يا باشا انت ما تعرفش عن كرشف غير اسمه. انت تعرف ان انت عندك درس في المنهج اسمه قانون كيرشف، بس ايه كيرشف ده؟ لا انت عارف بقى لا قانون اول ولا قانون تاني ولا اي بتنجان، ما انتش عارف حاجه خالص. اسمع الدرس. طب ان انت مثلا مذاكره مذاكره خفيفه حليت عليه شويه، لا، خش ذاكره مع نفسك. لقيت الدنيا معقده وانت بتذاكره مع نفسك، هتتفرج على حد بيحل مش على حد بيشرح. انت فاهم الدرس، بس مثلا بتيجي تحل ما انتش عارف تلف يمين وايه الموجب وايه السالب والحاجات دي كلها، مش فاكر انت الحاجات دي، خلاص تتفرج على حد بيحل. واقول لك على حد بيحل مذكره محترمه باداء محترم باسئله محترمه وافكار محترمه واسئله كلها امتحانات سنين سابقه. تمام. بس كل طبعا ايه بالترتيب بتاع الفيديو. تمام. المهم راجعنا وعدينا على المنهج كله. تمام. طب حد هيقول لي يا عم محمد راجع ازاي ترتيب؟ لا يا باشا، الترتيب ده بتاعك انت. يعني مثلا فصل اول فصل تاني فصل تالت فصل رابع، لا ده بتاعك انت. انت نظم جدولك بنفسك، وانا دايما بقول لك كده، الجدول انت ادرى واحد تعمل لنفسك جدول، انت اكتر واحد عارف ايه الفصل السهل مع الفصل الصعب، فحط فصل سهل مع فصل صعب عشان الدنيا تمشي، وخلص يوم بلذاذه وسلاسه كده. تمام. طب بعد ما ذاكرت اعمل ايه؟ احنا فاتحين تلفزيون ولا ايه؟ المهم بعد ما ذاكرت اعمل ايه؟ احل بقى. ده بقى انا عايزك تدوس فيه. احل ايه؟ اول حاجه كتاب المدرسه، تاني حاجه بكره المرشد 2025 2025. تمام. عندك دول تحلهم، وفي مذكره هسيبها لك تحت في صندوق الوصف، هسيب لك اللينك بتاعها، هي هتلاقيها في قناه التليجرام. تمام. مذكره استاذ هشام قريته. طب حد هيقول لي طب انا كتاب المرشد بلاقي له الحل على اليوتيوب، طب كتاب المدرسه بلاقي له الحل على اليوتيوب، طب مذكره استاذ هشام هتجيب لها حل منين؟ يا باشا استاذ هشام بنفسه اللي شرحها لك عشان اجيب لك من الاخر. طب المذكره فيها ايه؟ المذكره فيها كل درس، الافكار بتاعته في الاول بالقوانين بتاعته بالرسومات البيانيه بكل الحاجات وكل الافكار اللي ممكن يجيبها لك من اول ما عملوا ثانويه عامه لحد النهارده. تمام. الحاجات المهمه يعني. تمام. بعد كده هتلاقي كل الاسئله اللي موجوده اصلا في المذكره ديت، هتلاقيها كلها مكتوب تحتها دور اول مثلا 2023 ازهر، دور اول 2023 او 2024 مثلا عام، التجريبي مثلا 2025. تمام. هتلاقي كلها كده كلها اسئله امتحانات سنين سابقه، اسئله افكار كويسه وافكار متوسطه، افكار عاليه خالص، افكار حلوه. ممكن يجي لك واحده منهم او اتنين منهم، او هيجي لك كتير يعني. عموما الافكار العاليه دي ممكن يجي لك واحده او اتنين منهم، فبالتالي انت بتدرب نفسك على الحاجات المتوسطه خالص اللي انت غالبا هتلاقيها في كتاب المرشد. كتاب المرشد فيه بعض الافكار العاليه، وبرضه مذاكره استاذ هشام هتدربك على الاسئله اللي هي مثلا متوسطه، وبعد كده الافكار اللي هي العاليه، اللي هي باذن الله لو جالك حتى فكره عاليه وحب يتقل ويشوف بقى يختبر. اصل الفيزياء موضع اختبار للطلبه، من الطالب المذاكر من الطالب اللي مش مذاكر. تمام. او الطالب اللي يستحق يخش كليه عاليه من الطالب اللي يستحق ان هو ما يستحقش انه يخش كليه عاليه، وهكذا يعني. تمام. فبالتالي انا عايزك ايه؟ تبقى معود نفسك على على الافكار كلها، افكار بقى تحت، افكار في النص، افكار فوق كده، كل ده انت بالنسبه لك يكون ايه؟ ولا اي حاجه. تمام. تمام. تحل قد ايه؟ حل كتير. يعني مثلا واحد يقول لي طب انت بتقول لي حل كتاب المرشد وكتاب المدرسه ومش عارف مذاكره استاذ جيم كريم، طب ما دول هياخدوا وقت كتير. ما فيش مشكله، انت لو فصل لو هتحل عليه 5 ساعات مثلا مفيش اي مشكله خالص. واحد بقى انا سامع واحد في الخلفيه بيقول لي ايوه بس انا لما بحل غلط ومش عارف ايه وده بيحبطني. يا حبيب قلبي، ما انت طالما بتحل غلط يبقى انت ما حلتش كتير، وطالما ما حلتش كتير ما بتستناش تحل صح. تمام. انت الموضوع انت عشان تحل صح اصلا فانت هتحل التعويض المباشر بس، انما لو لفلك في المساله فانت مش هتعرف تحل.
طب عرفت تحل خير وبركه، انما انت هتشتكي منين؟ من اللي لافلك في المساله. طب افرض انا بشتكي من التعويض المباشر، يبقى انت ما ذاكرتش بقى. ما هو انت طالما بتشتكي من التعويض المباشر اللي هو انت حافظ القانون فهتعوض تعويض مباشر فيه، يبقى انت ما ذاكرتش صح او مش فاهم القوانين صح. فذاكر صح بعد كده. روح حل. تمام. لقيت اي حاجه واقفه معاك يا ابني، موضوع ان انت مثلا ما تحلش صح ده شيء عادي يعني. تمام. فمشي امورك كده وحل كتير، هتلاقي نفسك باذن الله كل حاجه بعد كده معاك سهله باذن الله. طبعا خلصنا نص الفيديو، فاضل بعد كده شويه حاجات بسيطه ان شاء الله. طبعا اهم حاجه انك تكون منضم معانا في جروب التليجرام، لان جروب التليجرام بننزل عليه شويه حاجات مهمه، غير البوستات التحفيزيه الحلوه، غير البوستات الدينيه الحلوه، غير البوستات اللي فيها اذكار. انضم هناك يعني. طبعا ما تنساش ورقه القوانين بتاعت الفيزياء اللي اتفقنا عليها. ورقه القوانين ديت اهم حاجه، عشان بس تبقى انت بدل ما تفضل تصفح وتقلب وتعمل، لا انت معاك ورقه القوانين بتاعتك وانت كاتبها بايدك، فعارف كل قانون بنستخدمه امتى وكل الحاجات دي عارفها. تمام. اخر حاجه في شويه حاجات مهمه لازم تحلهم طبعا، غير بقى المرشد بقى وكتب الامتحان مذاكره الشام قراءه. تمام. امتحان التجريبي 2025 وامتحان تجريبي 24 ودور اول 24 ودور تاني 24. دول لازم تحلهم وتفهم الافكار اللي فيهم كويس وتتدرب عليهم كويس، ولو في فكره في دماغك فيهم حلها تاني برضه ودرب نفسك عليها، عشان خاطر هو غالبا الامتحان بتاعك هيكون كومبو كده او كوكتيل من الاربع الامتحانات دول، وهتيجي بعد الامتحان وتقول كلام محمد كان صح. تمام. طب بالنسبه للمقالي، حد يقول لي مثلا المقالي بقى مش عارف ايه، يا باشا مفيش مشكله، حل لك مثلا 20 23 دور اول وثاني وتجريبي، 20 22 دور اول وثاني وتجريبي، انت هتلاقي اصلا فيهم اغلب المقالي بتاع المنهج. تمام. واهم حاجه في المقالي، حتى لو جاب لك مقالي، حتى لو جاب، هو ما بيجيبش غني، بس حتى لو جاب هيجيب لك حاجات معتمده على الفهم، ومش هيبقى مطالب منك انك انت تبقى بسم الله الرحمن الرحيم وبصمجي بصمجي يعني. لا، مش هيبقى مطالب منك البصمجه يعني. اخر نصيحه حابب اقدمها لك في الفيزياء هي حاجه واحده بس، حاجه واحده بس. وانت بتحل يا حبيبي اخوك اي شامل بتحله جنبك تايمر، اظبط التايمر اللي جنبك على ساعتين. يا محمد ده هو 3 ساعات يعني اظبط ساعتين ونص، لا ساعتين. اسمع مني، ساعتين. ليه؟ وارد جدا زي ما قلت لكم على طول يخش مراقب يعمل اي حوارات مفتش مش عارف ايه القصص دي كلها، وارد الورق يتاخر، وارد اي حاجه. وعلى فكره المراقب ممكن يديك ورقه 9 ونص بس يجي الساعه 12 يقول لك بس سيب قلمك، جهز ورقتك، تسيب اللجنه وتطلع. طب ما انا استلم 9 ونص، لا ماليش دعوه، مش ذنبي. فوارد كل حاجه تحصل يعني. تمام. فعود نفسك على ساعتين. ليه؟ عشان خاطر حتى الامتحان لو جه تقيل وفيك سؤال ولا سؤالين واقفوا معاك، يبقى قدامك ساعه او اكتر انت بتحل فيهم. طب حد يقول لي هو انا ممكن اقدر احل الامتحان في ساعتين؟ العبد لله اخوك كان مكسح فيزياء في قبل ما الاسبوع ده يبدا، واخدت اسبوع محترم مع ماده الفيزياء، كنت بحل الامتحان بعد كده في ساعه الا ربع. والله ومش بقول لك كلام وخلاص كده، وانت لما هتبدا تحل وتشتغل باذن الله نفسك الامتحان بياخد معاك مثلا ساعه ولا حاجه. تمام. اخر حاجه ناخد ايه مع الفيزياء؟ اكتر مادتين او اكتر 3 مواد انت ميح فيهم. شوف المواد اللي انت ميح فيها وحاول تاخدها مع الفيزياء. تمام. وغالبا هيكون الثقافي يعني، انا ارشح ان انت تاخد ثقافي الصراحه. يعني شوف مثلا كيمياء احياء ذاكرهم معاك. لو الاحياء انت خلصت مثلا فيها الاحياء وسبت الجيولوجيا يبقى انت برنس. لو خلصت في الكيمياء كله ما عدا العضويه يبقى انت برنس. خلصت العضويه ما عدا الاربع ابواب برضه يبقى انت برنس. وان شاء الله الايام اللي تبقى قبل كل ماده تقدر تكفي فيها باذن الله انك تراجع الماده دي كويس. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا افادكم وعجبكم. صلوا على النبي، اشوفكم على خير. صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير. سلام.